تقول ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، هم الكفار. مقابلهم أناس لم يشاقوا الله ورسوله. على كل حال يعني فيأتي واحد يقلب الآية فيجعل الذين قال الله عنهم، يعني مفهوم الآية هنا منطوق الآية أولئك الكفار شاقوا الله ورسوله، مفهوم المنطوق الذين يقابلونهم في المعركة لم يشاقوا الله ورسوله. يأتي شخص فيقول لا، هؤلاء هم الذين شاقوا الله ورسوله. ويجب علينا أن نتمعن في قراءة آية الأنفال ونقرأها قراءة عقلانية. أي عقل هذا الذي أنا أتعجب من هذه العقلانية التي تؤمن بخرافة ثم تدعوني أي عقل هذا الذي يجد الجسم بالحديد والنار في أمر يكرهه البشر جميعهم، كفارهم البوذيون والنصارى وكل بشر على وجه الأرض يمتهن هذا الدين الذي يجد الإنسان به نفسه ويقتل به نفسه. أي عقلانية هذه؟ سوف يأتي الحديث في أمور أخرى. أنا أقول يا أخي العقل ينبغي أن يحكم بعقلانية. هنالك أناس يحكمون عقلهم بغير عقلانية. طيب على كل حال نحن فلا يمكن أنا أمام القرآن يثني عليهم ويقول الله معهم ويقول ليطهركم. طيب أنا أنصحك اقرأ أكثر حتى لا تقرأ لك كتاب واحد. لا أقرأ القرآن. اقرأ من سبقك من المفسرين والكتاب على 14. كل المفسرين على 14. أنا أنصحك كل المفسرين يا أخي لا على تعرف 14. ماذا فادنا أنت تتجاوز القرآن يا أخي. كيف القرآن يقول هذا الكلام وأنت تعترض وتشكك؟ أنت ما تشوف هاي الأمة المسلمة المليار وين صاير؟ أنت الآن أمام مليار يا أخي، أمام مليار ليس تعصب. أنت أمام مليار مسلم. هذا روح صيح. أنا بصيح لأنك يا أخي، لأنك أنت هدوء لأنك أتيت شيئا. لا يا أخي، لا يا أخي، عيب يا أخي، عيب في والقرآن. واحد يأتي يتكلم يا أخي اقرأ تعلم يقرأها بشكل سهل. هذا مش مهم. انت الآية القرآنية ما تقرأها وصححتها ما أمامي القرآن. علينا في فهم القرآن. أنا ما أقول لك اقرأ. قرأنا وتدبرنا ولله الحمد وهذا هو الحق. ولا يمكن لا يمكن أن أشكك في جيل الصحابة. الشخص الذي يشكك في جيل الصحابة يشكك في من أين عندك هذا يا ابني؟ من عندي يا أخي هذا؟ يشكك في من عندك؟ وأنا أقول لك الصحابة مرتدون على أعقابهم. أنت هذه عقيدتك على عقيدتك. أنا عقيدتي لو هذا صحيح لا تضر المسلمين شيئا. 5 الصحابة والله عليهم مسلمون وهذا القرآن سليم يثني عليهم، ومن خالف هذا القرآن فقد عصى الله سبحانه وتعالى وحسابه عند الله. ودعنا نتجاوز المسألة يا دكتور. خلاص وصل سهل الكلام. هي إذا بالشعارات وصلت. صار 14 قرن شعارات. أنت عايز تقول الآن أنت أفضل من أبو بكر؟ يا أخي هسه أنت ما أنا أقول يا أخي خلاص. طيب خلص هدوء. صيح اضرب إلى هذا. هي الفكرة. تعال شوف شنو سبب تخلف المسلمين. انت واحد من اسباب تخلفه. طيب بعقلانيتك هذه انقلاب القبور التي تعبد هل هذا تقدم؟ طيب اقول لك سلام. هذا تقدم. هذا هو الدين الذي قال فيه اقول لك سلام. الدين فيون الشعوب ومخدر الفقراء. اقول لك سلام. هذه الطبقية البابوية هل هذا من العقلانية؟ طيب صيح. هذا من العقلانية يا اخي. لا تدعي العقل. احنا في كل المحاورة احترمناك. تتجاوز الحد وتحتكر العقلانية. عن أي عقلانية تتحدث أنت؟ والقباب والقبور وأنت واحد من سدنتها. سلامة. أيوة. يلا روح. هذه عقلانية. خلاص. أموال بالملايين تنفق على الأموال. هذه عقلانية. طيب نبحث هذا الأمر. جلب الذات بالحديد. هذه عقلانية. ما دافعت عنه. ادعاء شخص غاب آلاف السنين وباسمه تؤخذ الأخماس. هذه عقلانية. طيب رفع سورة الحسين وتخيله على هذا النمط كما تخيل النصارى مريم والعذراء. هذه عقلانية. طيب عن أي عقلانية تتحدث؟ شو أنت مستمر في ترك المجال؟ أيوة. أنت لا تتحدث عن عقلانية. أنت تتحدث عن شيء اسمه هوى وليس عقلانية. خلينا نفوت الموضوع. نتجاوز المسألة يا أخي.